الفيديو ده لو انت خاطب او انتي مخطوبة ومش عارف تحدد اذا كانت العلاقة مناسبة ليك ولا لا، تايه بين كلام الناس اللي حواليك ومش عارف تحدد اذا كان كلامهم صح ولا غلط، زي ان مثلا كل الرجالة بتتعصب وصوتها عالي، او ان كل البنات بتحب تقلع الطرحة في الفرح ودي ليلة العمر. الفيديو ده ليك. معاكم سلمى حسن، اخصائية نفسية متخصصة في العلاقات وباحثة ماجستير في علم النفس الكلينيكي. في الفيديو ده هنعرف ازاي نتعامل وناخد قرار سواء اننا نكمل في العلاقة أو ننهيها. هنعرف كمان ايه هو المحك أو المعيار ببساطة اللي هنقيس عليه إذا كانت العلاقة دي مناسبة ولا مش مناسبة. كمان هنعرف ايه هي الأسئلة اللي المفروض أسألها لنفسي عشان أحسم الموضوع بشكل نهائي. معظم الوقت بتيجي لي أسئلة من ناس في الجلسات وخصوصا البنات محتواها ومضمونها أكمل ولا انسحب من العلاقة دي. السؤال ده بيطارد ناس كتير جدا وهم جوه العلاقة، وأحيانا بيكون أصعب من فكرة إنهاء العلاقة نفسها بشكل واضح. الحيرة والتوهان اللي بيكونوا عند معظم الناس في وقتها بيكونوا بسبب تقريبا إنهم مش عارفين إيه المعيار اللي المفروض أقيس عليه العلاقة دي مناسبة ولا مش مناسبة. بمعنى تاني، إيه الحاجة اللي أنا المفروض أقيس عليها العلاقة دي هتنفعلي ولا مش هتنفعلي. الموضوع معقد شوية لأن العلاقات والإنسان عموما كائن معقد جدا، وعشان كده قبل ما ندخل في تفاصيل أكتر في سؤال لازم نسأله. أنا في أي نوع من العلاقات؟ هل في علاقة خطوبة ولا في علاقة صداقة ولا في علاقة شغل ولا ارتباط غير واضح ولا علاقة قرابة؟ لأن نوع العلاقة ومدى عمقها هو اللي بيحدد هنتصرف ازاي فيها. خلينا ناخد مثال بسيط. خطوبة بين اتنين هو أو هي معظم الوقت مش واضح، بيقول كلام وبس، مفيش لغة حوار صادقة بينهم. كمان في بوادر من بعيد كده ان هو شخصية ضعيفة وبيتأثر بكلام اهله او والدته. هو مثلا ماديا مش شخص مؤهل انه يفتح بيت، فكريا كمان هما مش شبه بعض، كل واحد بيفكر بطريقة مختلفة تماما عن التاني. دينيا هو اقل منها في المستوى الديني، كل مرة بتحصل خناقة بتنتهي بكلمتين حلوين يخلوا الطرف التاني يضعف شوية والموضوع بينتهي. لو هنحكم في الحالة دي، الأسئلة اللي بتيجي في دماغها أو دماغه، هل أدور على حلول ولا أنهي الموضوع أصلا؟ طب هل أنا هيجيلي فرصة تانية أحسن من كده ولا لأ؟ طب ما يمكن أنا اللي غلطان. أو سؤال تاني معظم الناس بيجيلها، طب ما يمكن كلام ماما أو خالته أو بابا أو عمته أو صاحبتي صح وكل الرجالة فيها عيوب وعادي مش هاخد اللي أنا عايزاه بالظبط. هنا لازم نقف مع نفسنا وقفة ونسأل سؤال مهم جدا: ايه هو المعيار اللي هيحدد كل ده؟ مبدئيا كده لو هنرتب الدنيا، رقم 1، ما ينفعش يكون الراجل أقل في المستوى الديني من الست. مهم جدا يكون في تقارب ديني وروحاني بينكم، لأن عدم وجود التقارب ده بيسبب عدم استقرار في العلاقة. يعني ما ينفعش تختارها مختمرة وبتصلي وحافظة قرآن عشان هتعرف تربي الولاد وهتخليني أصلي زيها وانت أصلا ما بتصليش، ولا ينفع تختاري حد ما بيصليش وتقولي هيتغير. رقم 2، المستوى المادي أو الاستعداد، وده بيكون عند الراجل أكتر. لازم تكون مؤهل إنك تفتح بيت وحاسب كل حاجة كويس. الفكرة مش إنك لازم تكون مليونير عشان تفتح بيت، لا خالص. الفكرة والمقصود تبقى قادر تفتحه، يعني تصرف وتجيب الأساسيات بتاعة البيت والأكل والشرب واحتياجاتك واحتياجاتك. تالت حاجة، المستوى العقلي. لازم يكون في بينكو تقارب فكري وعقلي واضح، أولوياتكو واهتماماتكو لازم تكون متشابهة إلى حد كبير، وبينكم أرضية مشتركة واسعة. رابع حاجة، المستوى الأخلاقي. لازم تكون العلاقة بينكم مبنية على الاحترام والتقدير، بينكم لغة حوار واضحة وبتعرفوا تحطوا حدود وقواعد واضحة في المواقف أو المشاكل. يعني ما ينفعش يكون في بينكم أي بوادر لعدم الاحترام أو تكتشف إن عقلها صغير ومحتاجة تنضج في حاجات كتير، زي مثلا أنا عايزة فرح كبير وكاتب كتاب كبير في أكبر قاعة في البلد وانتوا وراكوا حاجات مهمة جدا لازم تعملوها وأولويات آخرها الفرح. أو مثلا لو هنتكلم على نقطة التقدير، إنها كل شوية لما بتعمل أكل ما بيكونش فيه كلمة حلوة منك تقدر مجهودها، زي نفس الموقف اللي معظم الرجالة بتضايق منه، إن هي ما ينفعش ما تقدرش تعبك في شغلك، أو المفروض تستقبلك استقبال حلو وانت راجع تعبان. في مبادئ وقيم كده المفروض كل شخص فينا حاططها لنفسه، ما ينفعش يقبل غيرها. مثال بسيط على ده، في بنت هتتقبل يكون لزوجها صحاب بنات وبنت تانية لا،
زي ما في راجل هيتقبل ان انتي تلبسي بنطلون وتخرجي شعرك برا الطرحة، وراجل تاني مستحيل يعمل كده. قواعد كل واحد عارف كويس هيستحمل ايه ومش هيستحمل ايه. مهم نعرف ان القرارات المصيرية مش دايما سهلة، ومشاعرنا مش دايما مؤشر كافي لوحدها. عشان كده قبل اي خطوة زي الاستمرار او الانسحاب بنحتاج نراجع دوافعنا، بنحتاج نراجع اللي جوانا احنا مش بس اللي قدامنا. هنا بقى بيجي وقت الأسئلة. هنا لازم نقف مع نفسنا كده ونسأل سؤال: ينفع أكمل مع العيوب دي ولا ما ينفعش؟ بمعنى تاني، الاختلافات اللي بينا ممكن أتكيف معاها مع الوقت ولا هتتعبني أكتر كل ما الوقت عدى؟ رقم 2، المميزات اللي أنا محتاجها بيكون تمنها إيه؟ وده اللي كتير مننا مش عارفه. يعني مثلا أنا كبنت عايزة حد ملتزم. الملتزم هيكون غيور، مش هيحبك تشتغلي، مش هيحبك تتواجدي برا البيت لوحدك لأنه هيكون خايف عليك. أنا كولد أو كراجل عايز بنت عاقلة واجتماعيا وتعرف تلبس حلو وبتهتم بالبيت وبيا. وغالبا البنت اللي فيها السمات دي هتكون بتحب القراءة جدا، محتاجة كتب وكورسات، تفاصيل لبسها وبيتها بتهتم بيهم جدا، وده بيكون مكلف. انت مستعد تتقبل الباكج دي كلها على بعض؟ عايز واحدة بتعرف تطبخ؟ هتحتاج مستلزمات طبخ كتير جدا، من بهارات للحوم لأدوات مطبخ وأجهزة وصوصات بقى رايحة وصوصات جاية وصواني رايحة وصواني جاية. كل صفة احنا محتاجينها مهم نعرف هندفع قصادها ايه. ويجي معانا التالت وأهم سؤال في الأسئلة: هو أنا ايه المعيار والقيم أو المبادئ أو الأولويات، سميها زي ما تسميها، اللي بناء عليها هحدد إذا كان الشخص مناسب ليا ولا لا؟ وإزاي أعرف القيم بتاعتي؟ خليك معايا واحدة واحدة وهنعرف كل حاجة بالتفصيل. مبدئيا كده، هو يعني ايه قيم؟ القيم هي المبادئ والأفكار اللي بتحدد سلوكنا. يعني ببساطة هي البوصلة اللي بتحركنا في المواقف وبتخلينا نتصرف بناء عليها. يعني مثلا في واحد القيم بتاعته بتكون رقم 1 العيلة، رقم 2 الشغل، رقم 3 صحابه، رقم 4 صحته وهدوءه النفسي. في حد تاني القيم بتاعته بتتلخص في رقم 1 ربنا وإيمانه بربنا وعلاقته بيه، رقم 2 بيته وعيلته، رقم 3 تحمل المسؤولية، رقم 4 الصدق. القيم بتختلف من شخص لآخر ومن موقف للتاني، القيم حتى ترتيبها بيختلف. تحديد القيم من وجهة نظري هو أهم مهارة لازم تكون عارفها في حياتك عموما، لأن كلنا بيجي وقت علينا بنتوه وبنكون مش عارفين نعمل ايه، حاسين اننا تايهين وضايعين في الدنيا ومش عارفين نبدأ منين، وكل حاجة بالنسبة لنا مهمة عشان بس احنا مش مرتبين الدنيا في دماغنا. هنا بيجي دور القيم اللي بتكون عاملة زي نظام الأوتو بايلوت. اللي هو ايه؟ اللي هو نظام التيار الآلي في الطيارة، اللي معناه ببساطة انه جهاز او نظام في الطيارة بيحافظ على مسار الطيارة بشكل صحيح من غير تحكم يدوي مستمر. وكذلك القيم، بتلاقي نفسك تلقائي جدا في اختياراتك ومهامك طول اليوم لأنك عارف أولوياتك. وعشان تعرف تحدد القيم بتاعتك وكمان تختار شريك حياتك ببساطة وبسهولة، وتقدر تعرف كمان مهارات نفسية تساعدك في العلاقة، عندك طريقتين. أول طريقة، أنا ببساطة جمعت كل الحاجات اللي تقدر تساعدك في الرحلة دي في كورس بسيط ومصغر بعنوان اختيار شريك الحياة وبناء علاقة صحية ناجحة. طيب هنتعلم في الكورس ده ايه؟ ازاي نحدد القيم بتاعتنا، رقم 2 ازاي نفرق بين احتياجاتنا الأساسية والاحتياجات الناتجة عن جروح قديمة، رقم 3 طب ايه هي أسئلة التعارف اللي هعرف بيها أحدد العريس أو العروسة إذا كان مناسب ليا ولا مش مناسب، طب ايه هي أنواع العلاقة، ولو أنا في علاقة سامة أو في خطوبة ازاي انهي العلاقة دي بشكل واضح. كل ده في الكورس وأكتر. الحق احجز مكانك في الكورس عشان العدد محدود جدا. الحجز على الرقم اللي هيظهر على الشاشة. تاني طريقة بقى، لو عندك مشكلة في العلاقات ومش عارف تحدد أي حاجة من اللي احنا قلناها في الفيديو ده لوحدك، تقدر تحجز معايا جلسة نفسية لمدة ساعة كاملة على نفس الرقم اللي هيظهر على الشاشة.
كمان لو كل اللي محتاجه في الكورس انك تحدد القيم بتاعتك، تقدر تحجز جلسة نفسية نطبق فيها مهارة القيم واستكشافها مع بعض على نفس الرقم اللي هيظهر على الشاشة. واشوفكم في فيديو جديد بوعي جديد ورحلة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.